عملت لكم اطيب معكرونه بشاميل بالفخار والمنظر بيحكي عن حاله. شوفوا لي على هالمنظر واعطوني رايكم. اول شغله بنبلش فيها هي تقطيع الدجاج. هلا بناخذ قطعه الدجاج هيك مثل ما شايفين، بنسمي بالله ونبلش نقطع فيها. مثل ما قلت لكم لازم نحن نشتغل دائما من السميك للرفيع لحتى ناخذ طبقه مرتبه. هلا بنسمي بالله، بنحط السكين بنضغط هيك بهذا الشكل. شايفين؟ رح اشتغل لكم اياها شوي شوي لحتى تشوفوا. شايفين كيف؟ بهذا الشكل. كل ما كانت السكين ظريفة كل ما ربحتوا بالشغل. بناخدها هلا قطعتين، ارق من هيك ما بتشتغل حتى ما تنشف معنا قطعة الدجاج. شايفين؟ بناخدها هلا هيك خطوط بهذا الشكل. شايفين؟ بكل سهولة. شايفين لي هالقطعة ما احلاها؟ يعني راس العصفور. هلا بنشتغلهم كلهم وبنرجع لكم. وهلا هيك بعد ما خلصنا تقطيع الدجاج لازم نشتغل بالخضرة. بيلزمني قطعة بصل وسط. بنسمي بالله. قطعنا البصلة وصار دور حبات الفليفلة. شوفوا لي على حبات الفليفلة شو بيشهوا. هلا بنسمي بالله. وهيك يا غوالي بعد ما خلصنا تقطيع الخضرة والدجاج هلا صفي علينا نقليهم. هلا بنسمي بالله. بننزل اول شي شقفة زبدة. تمام. وبدي نزل عليها شوية زيت. بنسمي بالله وبننزل الدجاج. طبعا مثل ما قلت لكم يعني قاعدة التزموا فيها. الدجاج وقت ننزله لازم تكون درجة الحرارة عالية حتى ما يطالع السوائل منه. وبعد ما قلينا الدجاج بدي لكم على ملاحظة كتير مهمة. هلا بالنسبة للدجاج قربوا شوفوا كيف الحبة معي جوسي، محافظة على العصارة وأمورها بالسليم. لكن إذا نحن هلا بهي الحالة نزلنا الخضرة مع البصل رح ترجع تعطي سوائل البصلة وتزنخ معنا الدجاج. بهي الحركة شو بنساوي؟ بنمسك الدجاج بنفضيه على واعة مثل هيك مثل ما شايفين. هلا هيك بنحط شوية زيت، وأول ما يحمى معي الزيت بنزل البصلة. بسم الله يا كريم. يا عيني على ريحة البصل ما أحلاها. وهلا هيك بعد ما تدبلت عندي البصلة بنزل عليهم الفطر. اذا كان عندكم الفطر فريش بننزله اخر الشي، اما اذا كان معلب بنحطه بعد البصل لحتى ياخد معي شوية استواء. وهلا اخر شي بننزل الفليفله. شايفين لي على هالمنظر ما احلاه؟ ويلي على هالمناظر يلي بتذبح ذبح يا ابو عبيد. اخر شي بنحط عليهم حبات الذرة. نمسك الدجاج وننزلهم فوق الخضرة بكل سهولة. وهيك يا غوالي بعد ما نزلنا العدة كلها هلا بدنا نبهر. بدي معلقة ملح، نص معلقة فلفل، ورشة هيل بتعطيهم طعمة خرافية. وهيك يا غوالي بتجيبوا لي طنجرتين، وحدة للمعكرونة ووحدة للبشاميل. هلا بنحط وحدة هون وبننزل عليها المي. بسم الله يا كريم. واسهل طريقة مثل ما قلت لكم للبشاميل لكل معلقة زبدة بنحط لها معلقة طحين. يعني انا عم بشتغل 3 معالق زبدة بحط لهم 3 معالق طحين. هلا مثل ما شايفين بعد ما ذابت الزبدة بنسمي بالله وبننزل الطحين. وهلا هيك مثل ما شايفين بعد ما نزلنا الطحين على نار هادية بتم محمص الطحينات لحتى شم ريحتهم ويتغير لونهم لحتى تروح طعمة الطحين نهائيا. هون عم يتحمصوا الطحينات وهون فضيت الحليبات حتى فترهم مشان ما يعذبوني انا وعم نزلهم على الطحين، يعني مشان ما يكتل عندي الطحين. وهي الطنجرة مجهزة مشان اسلق فيها المعكرونة. حطيت لها شوية زيت وحطينا لها معلقة ملح. يعني الامور كلها تحت السيطرة. وهلا هيك يا غوالي اول ما تبلش المي عندي تسخن بنسمي بالله وبننزل المعكرونه. طبعا عم بستعمل هذا النوع من المعكرونه مثل ما شايفين حبه صغيره يعني اسلس بالاكل، وانتم النوع اللي بدكم اياه حطوه. بسم الله يا كريم. وهلا هيك بعد ما حمصنا الطحينات كتير منيح هلا بنبلش ننزل الحليبات. مثل ما قلت لكم الحليب انا فترته مشان ما يكتل عندي. بسم الله يا كريم. هلا بننزل كميه وبنحرك. شايفين ما احلاها؟ لا كتل عندي الطحين ولا اي شيء، يعني بكل سهولة. اما وقت ننزله على البارد طبعا بنحسن ننزله على البارد لكن بده يكتل عنكم الطحين. هلا بننزل الكمية كلها. بسم الله يعني.
وهيك يا غوالي بعد ما وصلنا لهذا القوام هلا شو بنساوي؟ هلا بدنا نبهرهم. طبعا بدنا فلفل، بدنا نحط ملح، ورشة جوزة الطيب هي أساسية بالبشاميل. طبعا ما بدنا نكتر جوزة الطيب مشان ما تمرمر معنا الأكلة وتطلع مو طيبة. وطبعا حتى نعرف انه البشاميل 100% بس اعملوا لي هذا الخط، وقت يطلع معكم هيك النتيجة بتكون 100%. هلا بنطفي تحت البشاميل وبنتركه على جنب. وهيك يا غوالي المعكرونة استوت وامورها بالسليم. شايفين لي على الحبة نقيتها حبة صغيرة حتى تكون سلسة بالاكل. هلا مباشرة بنطفي تحتها وعلى المصفاية ومي باردة حتى ما تلزق معنا المعكرونة. يا كريم. هيك يا غوالي اكلتنا صارت شوي وبتكون جاهزة. طبعا المعكرونة مثل ما شايفين بردناها، والدجاج جاهز، والبشاميل كمان جاهز. الدجاج مثل ما هو رح نزله على طنجرة البشاميل مثل ما شايفين. هيك شو بنساوي؟ بننزل المعكرونة بعد ما حركناها. مفكرين خلصتوا؟ لا ما خلصنا. نكمش هيك وبنجيب الزبادي الصغار المرتبين تبعاتنا ونبلش نعبي فيهم. بسم الله يا كريم. وهي الخطوة مو اختيارية، ضرورية. ليش؟ مشان نشط ونمط اخر الفيديو. هلا نجي هيك ومندلل حالنا بالاشقوان. ما صفي علينا غير نحط لهم المي جوات الصينية حتى ما نخسر الاكلة ويفرطوا الفخارات جوات الفرن. هلا بنسمي بالله هيك وبنحط المي. لا ما صفي علينا غير نحطها بالفرن. بنشغل بس من فوق حتى تسيخ الجبنة وتعطينا الشكل يلي 100%. طبعا انا محمي الفرن عند مني هلا. بنسمي بالله وبنحطها بالفرن. عملت لكم اطيب معكرونه بشاميل بالفخار والمنظر بيحكي عن حاله. شوفوا لي على هالمنظر واعطوني رايكم. وهلا بنسمي بالله وبنقول يا كريم. شو هذه يا ابو عبيد؟ والله طالعه غرام. ناخذ لنا وحده ثانيه. حبايب القلب يلي عجبته فكره الفخارات يكتب لنا بالتعليقات، وما تنسوا تعطوني رايكم بهالمريول الجديد. تحياتي للجميع.